اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم امين. اللهم ارحم جميع موتاي وموتاكم وجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وعافيهم واعف عنهم، اللهم امن كتابهم ويسر حسابهم وثبتهم عند السؤال يا رب العالمين. اللهم ان كانوا محسنين فزد من حسناتهم وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين، واسكنهم فسيح جناتك جنات النعيم. اللهم امين. اهلا وسهلا بحضراتكم في القناه، انا اسمي اسراء. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. اهلا وسهلا بكل حد مشرفني في القناه، شرفني ومنورني. النهارده بقى معايا مشتريات السوق، مش السوق قوي يعني، بس ايه مشتريات اللي هو اللهم صل على النبي، الخضار وشويه حاجات كده من السوق. اول حاجه شامبو. انا بقالي فتره، بقالي شهرين تقريبا بجيب الاكياس، والاكياس غليت جدا. كنت بجيب الشريطين تقريبا ب10 جنيه، دلوقتي الشريط الواحد ب12 جنيه تقريبا، ب12 جنيه. الكيس كنت بجيبه بنص جنيه، دلوقتي بقى تقريبا بجنيه، بجنيه ونص، حاجه زي كده والله مش فاكره. فقلت اجيب بصراحه العلبه دي بتكفيني فتره، مش فتره قليله، بتكفيني ممكن شهرين او حاجه. لاني انا ما بستعملش الا بانتين، هو اكتر حاجه نظيف جدا وحلو جدا، يعني بحسه كده ان هو، عارفين اللي هو بينعم الشعر قوي كده. فحلو جدا، انضف نوع شامبو بصراحه، لاني جربت انواع كتير، فانضف واحد هو بانتين. الازازه دي انا جايباها ب60، حلوه جدا وهتقعد عندي تقريبا شهرين. اسعار السوق، اسعار الخضار معرفش، انا بصراحه متفاجئه باسعار الخضار. انا ما جبتش يمكن الا البطاطس والبصل بس. البطاطس ديت ب10 جنيه، علشان تقريبا والله اعلم تحمير تقريبا. انا لسه مجربتهاش لان انا بصراحه بقالي فتره بتخدع في البطاطس، معرفش في ايه البطاطس مالها بصراحه. كل ما اجيبها الاقيها محلونه ومش تحمير. قلت هجيب اللي هي فيها الاحمر دوت، عارفه ان هي بيقولوا ان هي بتبقى تحمير. فجبت الكيلو ب10 جنيه، جبت 2 كيلو هم ب20 جنيه، يا رب تطلع تحمير. دايما بتخدع فيها. اللي انا جبتها من قبل كده وقلت لكم تقريبا في فرق، عشان دي بيضه ودي صفرة شويه، فدي تحمير ودي مش تحمير. للاسف طلعت برضك مش تحمير، فاللهم لك الحمد على كل حال. علبه الماجي ديت انا بجيبها من التموين تقريبا عامله 28 جنيه تقريبا، والله مش فاكره. بس الشهر ده كمان ما لقيتهاش في التموين. فجبت من الراجل اللي هو كنت مصوره عنده، اللي هو كان عنده اللهم صل على النبي، المكرونه ب4 جنيه خطيره، وكنت بجايبه من عنده التونه والحاجات دي كلها. اتفاجئت الاسعار برضو عنده زادت، كل حاجه في السوق غليت، اقسم بالله انا كنت مصدومه صدمه، اللي هو في ايه اللي حصل، وعماله اقول يا ربي لا اله الا الله في ايه يعني الحاجه مالها. فاللهم لك الحمد على كل حال. يمكن البطاطس دي على فكره في ب12 جنيه كمان، البطاطس دي في منها ب12 جنيه، انا جايبه دي ب10، ويا رب تطلع زي ما قلت لكم تحمير. الماجي دي جايباها ب22 جنيه، في المحلات ممكن تكون ب28 او ب25، لقيتها عنده ب22، فجبت واحده عشان اشيلها بصراحه. يعني عشان ايه، انا عندي واحده مقطعاها يعني، مش مقطعه الشرايط، وديت قلت اجيبها اخليها لسان عصفور. كنت هجيب لسان عصفور خطيره بس ما لقيتش، فلقيت كايرو ديت ب6 جنيه ونص الكيس، 400 جرام اهوت، 400 جرام صلاحيته لسه اهي. الانتاج 30/4/2022، وهو 18 شهر، الصلاحيه 18 شهر. خامته حلوه على فكره. من الشكل انا لسه ما جربتوش طبعا، اول مره اجيبها على فكره المكرونه ديت. فلسه هجربها ان شاء الله وهقول لحضراتكم عليها. فدي ب6 جنيه ونص، جبت كيسين اللهم صل على النبي ب13 جنيه. كيس اللمبادة ده بقى يعني انا اتخدعت تقريبا. انا كنت مفكره اللي هو الكيس الكبير اللي بيبقى فيه 6 2 4 6 اللي هو البسكوت ده، لكن لقيت ان هو فيه 3. بصوا قد ايه 3، والحجم قد ايه يعني. والباكت دي ب20 جنيه، هي فيها 24 كيس. ب24 جنيه، مش عارفه دي بجنيه بره ولا انا اللي اتخدعت فيها، فمش عارفه. فقولوا لي لو هي بجنيه يبقى انا كده الحمد لله ما اتخدعتش ولا حاجه، وهدي نفسي شويه من ناحيتها بصراحه، لاني اتصدمت بعد ما فتحتها بشوفها لقيت البسكوته صغنونه قد كده بالظبط، قد كده، و3 بسكوتات بالظبط. فاللهم لك الحمد. انا جايباها طبعا علشان خاطر الحضانه وكده. بجيب كل يوم طبعا بسكوت على الصبح والكلام ده، فقلت لا اجيب الكرتونه وتقعد عندي ايه شويه. بدل ما ايه كل شويه اجيبها ب2 جنيه الكيس التاني.
سانشاين تقريبا هي نظيفة جدا، زيها زي ايه، زي دولفين، يمكن هي انضف من دولفين. كنت سأل عليها المرة اللي فاتت، اما الشهر اللي فات يعني، مش المرة اللي فاتت، لا الشهر اللي فات، كانت ب 15 جنيه. 200 جرام، هي 200 جرام، دي درجة تانية اهي، مفتتة درجة تانية. تقريبا 200 جرام. ثواني كده اشوفها لكم اهي. الصلاحية بس هي مارس وهتنتهي فبراير 2025، يا عالم مين يعيش ل 2025. فهي 200 جرام تقريبا. الوزن الصافي اهي 150 جرام، مش عارفة باينة معاكم ولا لا، بس الوزن الصافي 150 جرام. كنت سائلة ب 15 جنيه، لقيتها ب 17 جنيه. اللهم لك الحمد. ب 17 جنيه بس حلو. عايزه اقول لكم والله العظيم بتوفر معايا جدا، وبتوفر عليا افكار، اللي هو مثلا يعني محتاره، طب هناكل ايه النهارده مش عارف ايه، طب ما عنديش حاجه، لا اطلع تونه وحمر بطاطس، او اطلع تونه ونقلي جنبها مثلا اللهم صل على النبي، نحمر شويه مكرونه، اطلع تونه وناكلها كده عليها بصل وفلفل وشويه شطه وشويه خل وليمون. والله العظيم حلوه جدا وبتوفر في البيت، وطول ما هي الحاجه في البيت خير وبركه. اللهم لك الحمد. التونه ديت ب 17 جنيه، الاتنين عاملين 34 جنيه. البصل لقيت ب5، ولقيت ب7، ولقيت ب6.5. ثواني كده هجيب اللي وقعت. البصل لقيته في السوق عامل زي ما قلت لكم 5 جنيه، 6.5، و7 جنيه. روحت عشان اجيب اللي ب5 جنيه، اوفر ب5 جنيه، اجيب 2 كيلو ب10 جنيه، 4 كيلو ب20 جنيه. عايزه اقول لكم لقيته بالظبط والله العظيم بدون مبالغه. خلي دول هنا كده، البصلايه قد كده، ووحش يعني، استغفر الله العظيم يا رب، كل نعمتك شريفه. مش حلو. اللي هو بتاع المخلل، البصل اللي هو بيخللوه الناس اللي بتخلله، اللي هو بيبقى في المخلل الصغنن دوت. فطبعا مش هينفع خالص نهائي للطبيخ. فروحت ده الكيلو ونص ب10، جبت 3 كيلو ب20 جنيه. حلو. احجامه انا نقيتها، لاني مثلا دي لو لطبخه، دي مثلا لو معاها كام واحده كمان للمحشي للتخديعه، فاهمين اهي. بصوا جايبه احجام، ونقي دايما اللي من هنا ناشفه، اللي من هنا ناشفه. ليه؟ عشان لو الطريه هتلاقيها من جوه بايظه، لكن ناشفه هتقعد معاكي وهتلاقيها من جوه حلوه وكويسه. مش من تحت بس، من هنا لا، من هنا كمان ناشفه، من فوق ومن تحت هنا، عشان ديت اللي هتقعد معاكي. البصل ب20، ودي 37 جنيه، ودي 20 جنيه، دي 13، 22، 20. الحمد لله، اللهم لك الحمد. خليني احسبها واقول لكم بكام. الحاجه دي ب182 جنيه. اللهم لك الحمد. ما الواحد يعني مش هيجادل كتير. طبعا اللهم لك الحمد، كل حاجة من عند ربنا خير وبركة. اللهم لك الحمد يا رب، دمها علينا نعمة. اكتشفنا مؤخرا ان الحاجة موجودة في البيت خير. الفلوس مش خير في البيت، لا بالعكس، الفلوس بتتصرف في حاجات هبلة جدا، وتبص تلاقي مفيش فلوس، لكن الخضار والحاجة اللي عندك في البيت بتبقى ستر عندك. اللهم لك الحمد، دمها علينا نعمة وستر وصحة يا رب. اللهم لك الحمد. دي كانت مشترياتي النهاردة، اتمنى تعجبكم. لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. مع السلامة.